بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هعمل معاكم بسكوت العيد اللي ما فيهوش ولا غلطة. الرسمة واضحة وكمان البسكوتة دايبة ومقرمشة. يا ريت بس تتابعي الخطوات للآخر علشان هقولك بقى على العجينة المظبوطة اللي تخلي معاكي الرسمة واضحة. ويا ريت لو أول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. بسكوت النهارده ناعم وفي نفس الوقت فيه قرمشه. البسكوت مش محتاجه بقى ان انا اتكلم عنه. البسكوت بيتكلم عن نفسه بصراحه. تعالوا بقى نشوف الطريقه المظبوطه. في الاول بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هنشتغل فيها هي السمنه. بنسيح السمنه وبعد كده بنسيبها لما تجمد. معايا كده 300 جرام. واي نوع سمنه بتفضليه هتشتغلي بيه، ان كانت سمنه بلدي او تخلطي سمنه بلدي مع سمنه عاديه. اهم حاجة ان السمنة تكون باردة. هننزل بقى عليها بالسكر البودر 350 جرام. ولازم ننخل السكر في الاول علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات، وكمان الخليط يبقى سهل معانا وينعم معانا بسرعة. لو عايزة البسكوتة تطلع معاكي ناعمة وكمان الرسمة واضحة، ياريت تتابعي الخطوات للاخر وتمشي عليها مظبوط. في الاول انا قلبت بالمعلقة السكر مع السمنة، وبعد كده هتنزلي بقى بالمضرب، ان كان بقى مضرب عادي او مضرب كهربائي او حابة تعمليها بايدك. اهم حاجة ان احنا هنضرب السكر والسمنة لحد ما ينعموا معانا، وكمان لون السمنة هيفتح ويبقى لونه زي الكريمة، وهتشوفوه معايا في الاخر. هي اهم حاجة في خطوة البسكوت علشان البسكوت هتبقى خفيفة وكمان ناعمة والسمنة ما تنطرش معانا خالص. لازم بقى نضرب السمنة والسكر. لو هتعملي الخطوة دي بالمضرب الكهربائي مش هتاخد معاكي وقت خالص. هتلاقي بقى الخليط لونه فتح وكمان بقى خفيف ودخله نسبة هواء. ولو هتعمليها بالمضرب العادي يبقى اتعبي شوية في الخطوة دي. بعد كده هننزل بقى ب50 جرام زيت. الزيت هيخلي معانا الخليط يفك معانا وكمان ينعم اكتر، وكمان هيدي بقى للبسكوتة قرمشة، يعني ما تستغنيش عنه خالص. هيخلي البسكوت معاكي مقرمش على طول، والسمنة هتخلي البسكوتة ناعمة. لو مش حابة ان انت تضيفي زيت في عجينة البسكوت هتضيفي الاجمالي كله 350 جرام سمنة في الاول، وترجعي بقى تقلبي لحد ما الخليط ينعم ويبقى معاكي خفيف وزي الكريمة، علشان العجينة ما تفصلش السمنة والبسكوتة تبقى ناشفة. يعني نتعب شوية في أول خطوة وهي أهم حاجة. هنضرب السمنة والسكر لحد ما ينعموا خالص زي ما انتوا شايفينهم كده. بعد كده هننزل بقى ب3 بيضات، بس هننزل واحدة واحدة علشان برضو الخليط ما يفكش. ومع البيض هننزل بقى برشة فانيليا، وما ننساش الفانيليا علشان بتضيع معانا أي زفارة. أول بقى ما بنقلب والبيضة بتختفي بنوقف وبننزل بالتانية. أهم حاجة إن احنا ما نبالغش قوي في التقليب، يعني بننزل بالبيضة بتختفي بننزل بالتانية، وهكذا لحد ما بنخلص البيض اللي معانا، لحد ما الخليط يبقى معانا خفيف وكريمي زي ما انتوا شايفين كده. لو قلبت كتير في الخطوة دي هتلاقي الخليط فصل، وكمان هتضيفي الدقيق هتلاقي بقى العجينة بتاع البسكوت نطرت معاكي السمنة، والبسكوتة في الآخر هتبقى ناشفة ومحجرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الإزازة دي يا جماعة بتيجي من عند العطار، بتبقى حاجة كده بنفضيها في البسكوت بتخلي ريحة البسكوت حلوة جدا. في منها بريحة الموز وفي منها بريحة البرتقال. أنا جبتها بطعم الموز. فضيت بقى الإزازة وقلبتها شوية. أول ما اتخلطت وقفت بقى تقليب ولميت الجنوب، وبعد كده نزلت بالدقيق. هنعمل النهاردة كيلو بس مش هننزل بيه كله، على حسب بقى الخليط هنشوف هياخد معانا دقيق قد ايه. يعني الخليط هو اللي هيتحكم في الدقيق. نزلت بمعلقة ونص من البيكنج باودر، يعني على الميزان 16 جرام. وما ننساش بقى رشة الملح. اهم حاجة بقى العجينة، حتى لو عارفين ان هي هتاخد كيلو دقيق فبننزل بالدقيق واحدة واحدة، علشان العجينة لو يابسة جامد البسكوتة هتطلع معاكي ناشفة، وكمان لو جيتي طرتيها العجينة هتبوظ معاكي ويبقى ليها عرق. وعجينة البسكوت لازم ما يكونش فيها عرق خالص، تقطع كده العجينة تتقطع معاكي على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. شايفين العجينة فيها تلزيق ازاي؟ وكمان العجينة ما بنضغطش عليها، بصبعة ايدينا كده وبنعجن بيها، يعني علشان العجينة مش عايزين نخرج منها العرق. تقطعي بقى قطع كده من العجينة بتتقطع معاكي على طول. لقيت بقى العجينة لسه فيها تلزيق فنزلت بالدقيق واحدة واحدة.
خطوات العجين مهمة جدا، ما تعجنيش العجينة يابسة علشان مش هتعرفي تطريها خالص. عجينة البسكوت ما بتطراش، وكمان احنا مش ضايفين حليب خالص في العجينة. بسكوت النشادر هو اللي بنضيف فيه حليب، يعني لو هتعملي بسكوت النشادر امشي على كل الخطوات، بس هتضيفي 100 جرام حليب وتضيفي فيهم النشادر. هيطلع برضو معاكي بسكوتة خفيفة، والرسمة هتبقى واضحة، وكمان هيبقى تحفة. شايفين بقى العجينة بتتقطع ازاي، والعجينة لمت من الحلة. بناخد بقى قطعة عجين ونكورها. لو لقينا العجينة ناعمة ما فيهاش تلزيق يبقى كده العجينة مظبوطة. بعد كده انا ربطت المكنة وحطيت الموس المشرشر، بس اي موس هيعجبك هتحطيه. الموس المشرشر مطلع الرسمة دي، بس بعد ما تخش الفرن وتستوي الرسمة بتبقى تحفة. العجينة نازلة من المكنة تحفة، بس لو هتعمليها بالكيس العجينة تبقى طرية شوية. عجينة الكيس بتبقى طرية شوية، عجينة المكنة بتبقى عجينة يابسة زي ما انتوا شايفينها كده، خلعت من الحلة. يعني اول ما تلاقي العجينة فيها تلزيق بتوقفي لو هتعمليها بالقمع وبالكيس. لو هتعمليها بالمكنة يبقى العجينة اللي احنا عملناها النهاردة مظبوطة للمكنة. لو هتعمليها بالكيس يبقى عجينة الكيس بتبقى لينة شوية علشان تنزل معاكي بكل سهولة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. انا كده خلصت الكمية كلها، هقوم بقى اشغل الفرن يسخن. الفرن اخد معايا كده 5-6 دقايق تسخين، ما نطولش في وقت التسخين علشان النواعم كلها ما بتستحملش. بندخل بقى بعد ما بنوطي الجنوب ونوطي البلاطة خالص، بندخل اول صاج. البسكوتة اول ما استوت شكلها بقى واضح، وكمان الرسمة واضحة وما فرشتش قوي علشان بسكوت النشادر هو اللي بيرتفع شوية. اللهم بارك، عطت لون كمان من فوق ومن تحت بجد تحفة. لو هتسويه في فرن البوتاجاز يا ريت تمشي على نفس الخطوات. النواعم بتاع العيد ما بتستويش الا على نار هادية خالص علشان يديك اللون الموحد الجميل، لون ذهبي من فوق ومن تحت. واللهم بارك، البسكوتة واضحة، يعني مش محتاجة ان انا اتكلم عنها. سواها كده من تحت تحفة، وكمان من فوق، وكمان رسمة البسكوتة واضحة. لو بيمسح معاكي وبيرتفع يبقى انت كترتي نشادر او باكنج باودر. لو هتضيفي النشادر مع الباكنج باودر يا ريت تشوفي الفيديو بتاع النشادر عاملينه، والرسمة كمان واضحة وكان طالع تحفة، موجود على القناة التانية. ادي شكل البسكوتة يا جماعة. البسكوتة دي انا على طول بعملها، يعني مش بغير طريقتها خالص. يا ريت بقى تسجلي طريقتها وتعمليها على طول، بجد تحفة. وكمان الرسمة واضحة وخفيفة جدا، وطعمها بقى حكاية، طعم تحفة من الآخر. وبمناسبة الدقيق اللي فاض معايا كده يجي 150 جرام، وزي ما قلت لك على حسب الخليط اللي انت عاملاه، يعني ما تضيفيش الدقيق كله دفعة واحدة، ضيفيه واحدة واحدة، وعلى حسب ما الخليط ياخد معاكي بتوقفي دقيق. يا ريت بس تمشي على نفس خطوات العجين علشان الكمية تطلع معاكي مظبوطة في الآخر، والبسكوتة تكون ناعمة ودايبة زي ما انتوا شايفينها كده. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان تعملي